يمكن الدعوة اللي انت بتتمناها طول السنة تتحقق بس في الأيام دي. بقينا خلاص في النص التاني من رمضان. كل سنة في رمضان في الوقت ده بالذات كان بيحصل معايا نفس الغلطة، وللأسف كنت بستسلم ليها. الفترة دي بالذات بنكون كلنا فقدنا الشغف تجاه كل حاجة. تجاه القرآن بنشوف ان احنا خلاص كده مش هنلحق نختم المصحف، ولو كنا منتظمين في الصلاة طول الفترة دي بنفقد الشغف، نرجع نقطع تاني في الصلاة. ولو كنا مانعين ان احنا نسمع أغاني طول الشهر بنرجع نسمع. ولاني عارفه ان كتير جدا مننا بيحس بالاحساس ده في الوقت ده بالذات، وانا شخصيا كنت بحس بيه، فقررت ان انا اطلع اتكلم فيه. يمكن اقدر ان انا اساعدكم ان احنا ما نفقدش الشغف. بفكركم وبفكر نفسي ان رمضان مش مجرد 30 يوم وخلاص. رمضان ده كنز لازم نحاول نغتنمه على قد ما نقدر، بالذات ان الجزء التاني من رمضان دوت بيكون اهم ايام في السنه كلها. بيكون فيه ليله القدر واللي ربنا قال فيها ان هي خير من الف شهر. بيكون فيه العشر الاواخر من رمضان وصلاه التهجد، ودعوة واحدة بس في الأيام اللي احنا فيها دي وركعتين قيام ليل ممكن يكونوا السبب في إن يوم ما يغيروا لك حياتك كلها. يمكن الدعوة اللي انت بتتمناها طول السنة تتحقق بس في الأيام دي. أنا زيكم كنت برضو كل سنة في الفترة دي بفقد الشغف جدا، وبحس إن أنا خلاص مش هلحق أختم المصحف. وللأسف للأسف وقعت في الفخ ده السنة اللي فاتت، وحسيت إن أنا خلاص مش هلحق أختم المصحف، وما كملتش المصحف. حسيت ان انا مش هلحق، مع اني انا اصلا كنت باجي في يوم 15 رمضان ده كنت ببقى ختمه القران. جيت حسيت قبل ال 15 كمان ان انا مش هلحق اختم القران، فوقفت وفعلا ما ختمتهوش. وجيت في الاخر كنت بسمع اغاني عادي، ورجعت اتفرج على افلام ومسلسلات مع اني ما كنتش متابعه حاجه طول السنه. وبدات اتشغل بقى بحاجات العيد. كلنا في الوقت ده بنكون خلاص بدانا ننشغل بالعيد، وهنلبس ايه في العيد، وهنجيب ايه للعيد، وهنخرج فين. وبننسى خالص الاوقات المهمه جدا اللي احنا فيها دي، وما بنستمتعش بالوقت اللي احنا فيه ده اللي احنا مش عارفين ممكن يتكرر تاني ولا لا. فحاولوا تاخدوا الجزء التاني من رمضان ده كتحدي ليكوا، تحدي ان انتوا تتعرفوا على نفسكم اكتر ويبقى عندكم وعي ذاتي، تحدي ان انتوا تبينوا لنفسكم ان انتوا عندكم اراده. حاولوا ما تفقدوش الشغف تجاه القران، ما تشوفوش ان انتوا خلاص مش هتلحقوا تختموه. لا عادي هتلحقوا تختموه. انتوا لو قعدتوا يوم واحد بس ممكن تختموا القران. اقعدوا اقرأوا في المصحف وهتختموه عادي جدا. ارجع انتظم تاني في الصلاه. ارجع ما تسمعش اغاني تاني. ارجع ما تتفرجش على مسلسلات تاني. حاول ان انت تكمل اللي انت بدأته من اول الشهر، ما تجيش وتقع في النص. اهم حاجه في الفتره دي ان انتوا تاخدوا تحدي مع نفسكم، ان انتوا تقووا علاقتكم مع ربنا. علاقتك مع اهلك، علاقتك مع صحابك، علاقتك مع قرايبك، علاقتك مع الناس اللي معاك في الشغل، علاقتك مع صحابك في المدرسه في الدروس. كل العلاقات دي ممكن يحصل فيها مشاكل وتتخاذل جدا من العلاقات دي، لكن علاقتك مع ربنا هي العلاقه الوحيده اللي عمرها ما هتخذلك. قرب من ربنا اكتر في الفتره دي. ابدا اتعرف على صفات ربنا اكتر، ابدا اتعرف على ربنا اكتر، ابدا اتعرف على الجنه والنار وعلى الحاجات اللي ممكن ناخد منها ثواب. حاولوا في الفتره اللي احنا فيها دي تتدبروا المصحف، تحفظوا آيات من القرآن. أهم حاجة إن إحنا نختم المصحف ده كله. لو ما كنتوش بدأتوه أصلا من أول رمضان، أو ما بدأتوش إن أنتوا تستعدوا ليه قبل رمضان، فلسه عندنا فرصة. ابدأوا من الجزء التاني من رمضان. ما تفقدوش الشغف، لأن الأيام اللي إحنا فيها ديت هي من أعظم أيام السنة كلها. ما تخلوش شغفكم يضيع وتنشغلوا بالحاجات ديت، وما تتشغلوش بالعيد. ما بقولكوش ما تفكروش في العيد، بس ادوا ده وقته كمان. حاولوا استمتعوا باللحظات اللي إحنا فيها دلوقتي. ما تحاولوش تفكروا في اللي جاي كل شوية. حاولوا استمتعوا باللحظة اللي إحنا فيها. احنا كل شوية بنقعد نفكر في اللي جاي في اللي جاي، وبننسى ان احنا نستمتع بالفترة اللي احنا موجودين فيها. استمتعوا بالايام اللي انتوا فيها، بعد كده فكروا في اللي جاي. الفترة دي في رمضان ممكن تكون سبب في ان هي تغير حياتك كلها. ممكن دعوة تكون بتدعي بيها طول السنة تيجي في الفترة دي في رمضان وتتحقق. فما تفقدوش الشغف وما تنشغلوش بالعيد وتنسوا الفترة اللي احنا فيها. بكون قدرت افيدكم. الكلام ده بفكر بيه نفسي قبل ما افكركم بيه، لان كنت بقع دايما في الفخ ده، فطلعت ان انا اكلمكم فيه.